ديسك ديجاير، استعادة الصور المحذوفة، تطبيق محمله 100,000 مستخدم. لو عايز نصيحتي فالتطبيق دوت ولا تحمله ولا تتعب نفسك فيه، رغم ان هو يكتب لك ان هو بيحمل لك صور وبأبعاد كتيرة او بتقنيات او سوري يا جماعة، اسمها ايه ديت، امتدادات كتيرة، وام بي 3 وام بي 4 وحاجات كتيرة من كل الملفات. لكن التطبيق ده ما تحملوش، لان هو للاسف ما بيرجعلكش اي حاجة. ولو رجع بيرجع حاجات خفيفة جدا، بتبقى حاجات الواتساب ما حذفهاش بشكل كامل من على التطبيق. حتى لو انت حذفتها فمبيبقاش حذفها، فبيجيب لك شوية صور معايدات على مش عارف يعني حاجات لطيفة ولذيذة وايموجي وحاجات زي كده. لكن داتا خاصة بحضرتك اتمسحت عن طريق الخطأ هتعرف ترجعها على التطبيق ده؟ سوري، مفيش اي حاجة زي كده. والتطبيق رغم انه محمله 100,000 واحد، بس منصحش ان اي حد يحمله. خصوصا انه تطبيق كمان احيانا بيجيب لك صور انت ما كانتش موجودة على تليفونك من الاساس، يعني بيخترع ويقول لك ان انا هرجع لك اللي اخترعته. فنصيحتي ما تحملش تطبيق. لو عايز تطبيق تاني يرجع لك المحذوف، عليك وعلى اول ريكفري. التطبيق ده سهل جدا وبسيط جدا، وفعلا بيرجع نسخ وصور جديدة من صور فعلا ما كانت موجودة على تليفونك، كانت محذوفة عندك. لو ما كنتش اعرف التطبيق قبل كده وعرفته من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب. ومش هقدر اسيب لك لينك التطبيق لان التطبيق اساسا ملوش لازمة.